اليوم رح اتحدى اكبر المطاعم الايطاليه الموجوده بمدينتي. يعني التحدي رح يكون الاكل الايطالي اللي بشتريه جاهز ضد الاكل الايطالي اللي رح اعمله انا هون بالبيت. وباخر الفيديو رح يكون في حكم مفاجاه، لسه ما رح تعرفوا مين هو الحكم. رح اغطي عيونه للحكم وهو رح يدوق الاكل الجاهز والاكل اللي انا عملته ويقرر انه اكل هو اطيب. اكيد الاكل اللي انا رح اعمله رح يكون اطيب. يعني لازم اكون هلا واثقه من حالي، صح؟ انا من شوي وصيت على الطلبيه من المطعم الايطالي، والاكلتين اللي رح نعملهم اليوم واللي وصيت عليهم هن اكيد بيتزا وباستا. البيتزا اللي وصيت عليها هي بيتزا الموزاريلا، والباستا اللي وصيت عليها هي باستا بتيجي مع فطر وترافل وكريمة الطبخ وعليها لحمة من فوق. كمان أكيد رح نعملها هون بالبيت. أول شي رح نعمله إنه رح نعمل عجينة الباستا هون بالبيت على إيدي. للعجينة بنحتاج ل 400 جرام طحين الباستا و4 بيضات، بس كتير سهلة. هلا عم ببعد هيك الطحين على جنب لحتى يكون في هون عندي مكان لحتى أحط البيض جوا، فرح نحط البيض هون بالنص. هاي أول بيضة. أوكي، لازم بسرعة أخلطهم مع بعض لأنه البيض بلش يطلع من الجبل. البيض عم بيلعب هون. شو هاد؟ شو عم بصير؟ ليش؟ لا انا مو هيك بدي. يا جماعه مين متحمس ليعرف مين هو الشخص اللي اخر فيديو رح يقيم الاكل؟ خليكم متحمسين شوي لاخر الفيديو. احلى شيء انا من شوي كنت عم بسال ماما لسه عنا هاي الاله يلي بتفرد العجينه وبتقطع الباستا؟ قالت لي لا ما عنا اياها. فلازم هلا انا اعجن الباستا على ايدي واقطعها على ايدي. صارت يعني بتشبه العجينه شوي. بعد معاناه كبيره وعجن كثير طلعت معي هاي العجينه. هلا لازم اغلفها بنايلون، احطها على جنب وخليها ترتاح لمده 15 دقيقه. بالوقت اللي عم نستنى فيه العجينه رح نسوي صوص الباستا. بس يا جماعه لو تشوفوا شو صار معي وانا عم بشتري الاغراض من السوبر ماركت، بعد ما جبت كل شيء ورحت لحتى ادفع طفى موبايلي. انا بدفع من الموبايل طفى هيك فجاه لانه خلص شحنه. كنت كثير ملبكه، بس فجاه تذكرت انه معي الباور بانك من يو جرين. عن جد انقذ لي حياتي. بسبب هذا الباور بانك يلي قوته وسعته الضخمه وسرعته بالشحن، قدرت انا بهي اللحظه اللي كنت فيها بالسوبر ماركت اشحن موبايلي بسرعه وادفع اغراضي. ويا جماعه هذا المنتج مو بس بالسوبر ماركت منقذ لي حياتي، بالقطار وبالجامعه وباي مكان انا بتواجد فيه. مثلا بالقطار انا ما عندي كهرباء لحتى اقدر اشحن الايباد تبعي اللي دائما خالص شحنه، بس لما يكون معي هذا الباور بانك انا ابدا ما باكل هم، لانه ساعته الضخمه هي بتخليني اشحن الايباد والموبايل واللابتوب كله بنفس الوقت وباعلى سرعه. وحلاوه هذا المنتج انه فيه شاشه TFT سمارت بتخليك تعرف قديش عم بيخرج واط. فيك كمان تشوف قديش فيها شحن وكم الوقت المتبقي، وكمان بيجي معاه اكسسوارات مثل بيت لحتى تقدر تحميه فيه، وكمان وصلة USB-C، بس اكيد كمان فيه مخرج لوصلة USB-A. أنا دائما بس أوصل على الجامعة بفتح الآيباد واللابتوب وبشوف إنه هن مشحونين على الآخر، وهذا كله بسبب إنه الباور بانك بيدعم الفاست تشارجينج اللي بيوصل ل 200 واط، وبيستخدم أحدث تقنية اللي هي PD 3.1. وحتى إنه مو بس إذا كنت مسافر أو بالقطار أو بالسوبر ماركت أو بأي مكان، حتى بالطيارة فيك تستخدمه لهذا الجهاز. يعني أنا متخيلة حالي هيك إنه أنا مسافرة بالطيارة وخلص شحن موبايلي، قاعدة عم بحطه على هذا الباور بانك. لا مو بس موبايلي والآيباد واللابتوب والتابلت وكل الأجهزة اللي معي بقدر يشحن لي اياها. وهلا انتم لازم تلحقوا حالكم وتروحوا تشتروا هذا الباور بانك، لانه عروض الوايت فرايداي بس قائمه من 20 نوفمبر ل 1 ديسمبر، يعني قربت تخلص قبل ما المخزون يخلص وتروح عليكم. مواصفات المنتج ورابط الشراء رح تلاقوه تحت عندي بصندوق الوصف. هون عندي بصل، اكثر من نوع فطر، شوفوا انواع الفطر هدول كلهم، وبيجوا معاها كمان اعشاب. وبهذا المرطبان رح يكون سر الوصفه اللي رح تخلي لي الباستا تكون مثل المطاعم. هذا عباره عن فطر مهروس مع ترافل. شوفوا رح افرجيكم اياه عن قريب. هذا هو المرطبان، رح افتحه. الله، والريحة الترافل اللي فيه مو طبيعية. وكمان عنا كريمة الطبخ، وهون عندي لحمة الستيك رح اقليها على جنب واحطها من فوق على الباستا. وهلا عندي سؤال لكم انتم يا متابعين، انتم من محبين الباستا ولا البيتزا؟ اكتبوا لي تحت بالكومنتس انتم شو بتحبوا اكثر. شوفوا هيك طلع شكل الفطر مع البصل. رح احط فوقهم هدول الاعشاب اقليهم على النار، بس بعدين برد بشيلهم لهدول لانه فيهم هدول العيدان. وبعد ما يتقلى كل شيء بضيف هاي العلبة اللي قلت لكم عنها اللي هي الترافل مع المشروم فطر، وعلبة كريمة الطبخ هاي. بس يعني الصوت كتير سهل، بس اكيد يعني بضيف عليه كمان بهارات مثل ملح وفلفل اسود. وهلا اجى الوقت لحتى نفرد الباستا ونقطعها ونشوف اذا رح تزبط معنا ولا لا. شوفوا كيف مليت كمامي، يعني ما بتطلع على كمامي توسخوا. اتوقع يعني ما بحتاج لطحين لحتى امدها. شوفوا بدون طحين
عم بمدها. صح، نسيت اقول لكم انا ما رح استخدمها كلها، رح اقصها لنصين واستخدم نص يوم ثاني، لانه فيها هاي العجينه تضل 4 ايام بالبراد. طبعا اذا طلعت طيبه، اذا زبطت بستخدمها، اذا ما زبطت يعني يا حرام رح تروح للكب بالنص الثاني. كبرت معي، هلا رح الفها اعملها هيك وهيك 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 مشان اقطعها، لانه مثل ما قلت لكم انا ما عندي هاي الاله اللي بتقطع لي اياهم، رح اقطعها انا بايدي. شوفوا كيف شوبت، يعني عن جد هاي ورك اوت لحاله عمل الباستا، وانا كمان لابسه صوف فكملت. لا والفرن شغال كمان، نشوف اذا زبطت. زبطت. وهيك طلع شكلها بعد ما حطيت عليها الطحين. بالله عليكم شوفوا هالباستا، شي مره شفتوا هيك باستا معموله بالبيت؟ انا ما شفت. هلا رح اروح اطبخهم وبرجع لكم، بس اكيد ما رح افرجيكم دغري النتيجه النهائيه، لانه اول شيء لازم نعمل البيتزا. انا العجينه عملتها بالبيت ومن شوي كانت هيك كثير منفوخه، وشوفوا الفقاعات اللي فيها. هلا رح افردها ونحط عليها الصوص والموزاريلا. شوفوا الفقاعات اللي فيها، هذا دليل انه العجينه ناجحه. بس اذا طيبه او مو طيبه هذا الشيء ما بعرفه، الحكم اخر شيء هو اللي رح يقرر. شوفوا حتى الادوات بروفيشنال مثل المطاعم. هلا بس ازينها بعمل لها هيك تك وبفوتها على الفرن. اول شيء بحط صوص البندوره. يا جماعه بيقولوا انه الايطاليين البيتزا الايطاليه يعني المشهوره بس بحطوا لها صوص البندوره وموزاريلا وريحان، فانا رح اقلد الطريقه يعني الايطاليه المضبوطه. فاذا ما طلعت طيبه بيكونوا اللي عم يدوقوها ما بيعرفوا البيتزا الايطاليه. يعني انا من هلا عم بعمل حجج مشان اذا ما طلعت البيتزا تبعي اطيب تكون المشكله مو من البيتزا تبعي، بس لا رح تطلع اطيب. هلا بحط الموزاريلا، بحط كمان شويه ملح لان الموزاريلا معنا مالحه، وهيك صارت خالصه. هلا رح تفوت على الفرن، بعدين احط فوق الريحان وبرجع لكم بس اكون البيتزا والباستا خالصين. وهي الاكل من المطعم وصل، وانا كمان خلصت الباستا والبيتزا. هاي البيتزا تبع المطعم، وهاي البيتزا اللي انا عملتها بالبيت، وهاي الباستا اللي جبتها من المطعم، وهاي الباستا اللي عملتها بالبيت. يا جماعه انا غشيت شوي، هاي هي الباستا اللي عن جد انا عملتها، بس طلعت ابدا مو طيبه وشكلها ابدا ما مشهي. لهيك انا سلقت باستا من هدول الاكياس، سلقتهم بس حطيت استخدمت نفس الصوص تبعي ونفس الستيك اللي انا عملته. يعني هاي انا عملتها بس الباستا مو الباستا اللي انا عملتها. مليت الدنيا مي. لك جايز لا شوي لهون باين. قربنا كمان. بعدوا لي لا اطلع انا من هون. شايف على البحر. عم بجيب لكم الميكروفون، استنوا. والله غيس شو بدو كمان مرة. استنى غيس عم نغش. ايوه 3 يلا 2 يلا دوقوا. واو عن جد واو. اكيد هي اللي عملتها شيرين. كيف عرفت؟ مو هاي اللي عملتها انا. بلا اكيد اللي عملتيها انت، لانه ما في مطعم بقبل دول كله بيعمل هيك شيء. هلا هو كان المفروض تكون نفس الاكله. يلا غيس بكون اكل. ايوه بدك تعدي السباجيتي. لا هاي ما بتتاكل. ما بتتاكل. الاولى اطيب بمراحل والله بمراحل. لا هاي عن جد ما بتتاكل. والاولى كانت هي وصفتي انا الباستا اللي انا عملتها. كده نشيلها. لا لسه في شغله ثانيه. هلا خلصنا الباستا صار وقت البيتزا. مستحيل هي عجينتك، مستحيل. انا عجينه سليم بعرفها هيك تكون سميكه. هي ليكوا العجينه رقيقه، شايفين؟ انا لسه ما اكلتها. لا مو طيبة هاي. هي بتعرفوا مثل اللي بتجيبوها من السوبر ماركت اللي بتكون بالفريزر. بس على فكره يعني هذا مطعم ما له سيء، يعني هذا من المطاعم الجيده هون بالمدينه. لا مو طيبة، والله من تبع الفريزة تبع المحل اطيب. زيت مو طبيعي. امسك غيس. شايفين؟ لك شوفوا شايفين؟ شوفوا السمك، شوفوا هو من جوا كيف الفقاعات هيك، يعني في هواء. هذيك ما فيها شيء، انا عم بقول لكم. ايه بتجنن. الصوص كثير طيب، بتعرفي ليه؟ الحموضه تبع الصوص بدنا نشيل نشوف المنظر. خلص شوف مبينه يعني ما بسأل. ان شاء الله هي منافسه يا جماعه. وهذا كان الفيديو، واللي بيفوز اكيد اكل البيت عن اكل المطاعم، يعني الاكل اللي انا عملته الاكل الايطالي. اذا حبيتوا الفيديو حطوا لايك، ما تنسوا تشتركوا بالقناه وتحطوا تحت الكومنت. بحبكم كثير وبشوفكم الفيديو الجاي. باي.